السلام عليكم، مرحبا بكم. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد كرواسون بدون توراق، بدون زيت. كتجي ديال الميزه ديالها انها كتعطينا واحد المنيضر زويون، غادي نكتشفوه من بعد في الاخير. غادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا لهاد الكرواسون هذه. عندي 3 الكيسان ديال الفورس، دقيق الفورس، كيسان ديال العنبه، العبار ديال العنبه. عندي واحد معلقه صغيره ديال الفاني هي اللي غادي نحتاج. عندي كاس ديال الحليب دافي، واحد البيضه بدرجه حراره المطبخ، واحد القبيصه ديال الملحه شويه. عندي 2 معالق كبار ديال السنيده، 2 معالق عندي 2 معالق صغار ديال الخميره الفوريه حبيبات، وعندي 2 معالق كبار ديال الزبده لينه تكون حتى هي بدرجه حراره المطبخ. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ انا هادو، غادي ندوزهم في العجانه. بسم الله. غادي نبداو. اول حاجه غادي نكب هذاك الكاس ديال الحليب، من طبيعه الحال قلنا دافي. غادي نكب عليه ديك السنيده، 2 معالق كبار ديال السنيده، ما يكونوش عامرين بزاف لان ديجا غادي نديرو فيها الكاكاو وغادي نديرو فيها حتى الشوكولاط لداخل. الخميره الفوريه 2 معالق صغار كيف ما قلنا. الحقيقه كتجي هاد الكرواسون كتجي زوينه وفنه بزاف هكا ديال الفاني. صافي. وعندي هذيك البيضه. غادي نحرك هاد المكونات هادو، ما ضفتش الملحه والزبده والطحين، غادي نخليهم بلاتي. غادي نحرك بعدا هاد الخليط هذا. من بعد ما خلطت الخليط ديالي ولا بحال ما هكا، حسيت بهذيك السنيده دابت هي وهذيك الخميره. غادي نضيف دابا داك الطريقه ديال الملحه، وغادي نضيف الطحين، وغادي نخليهم ندوزهم يتعجنوا. غادي نعجنها في العجانه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العجانه ممكن انكم تدوزوها في يديكم، ماشي مشكل، كتكون بحال ما هكا. ولكن في هذه المرحله هذه غادي نضيف عليها الزبده، غادي تولي عندي رطبه بزاف. ها انتم شفتوا القوام ديالها. غادي نضيف عليها داك 2 معالق كبار ديال الزبده، وغادي نعاود نرجعها تعجن. العجينه ديالنا ها هي راه تعجنات. غادي ناخذوها دابا. غادي نحاول نقسمها على 2، حيت انايا الكرواسون ديالي بلا غندير فيها 2 ديال الالوان، ماشي 2 الالوان وانما 2 ديال النكهات. غناخذ هاد النص الاول نرجعو لهنايا، رجعته للبول. غادي ندير معاه واحد شويه ديال النكهه ديال الليمون، شويه النكهه ديال الليمون. نتوما الا كان عندكم الحامض يكون احسن، انا ما متواجدش عندي الحامض دابا، عندي غير النكهه ديال الليمون. غادي ندير هاد الشويه هذا، داك النص اللي درنا فيه الليمون، النكهه ديال الليمون ها هو غادي نحطوه. النص الاخر شنو غادي ندير ليه؟ غادي ناخذ واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو. غادي نضيف ليهم واحد 2 معالق ديال القهوه سريعه الذوبان. صافي. وغادي نضيف ليهم واحد شويه ديال الحليب، تقريبا واحد المعلقه كبيره ولا 2 معالق، المهم على حساب، باش يبقى عندي غير كريمه، ما يبقاش عندي سائل، غير شويه. صافي. وغادي نضيفهم مع العجينه الثانيه، وغادي نخليهم يتعجنوا معاها. صافي البنات. من بعد ما عجنت هذيك، زدت فيها الشكلاط والقهوه، ولات عندي هكا. وهذه زدت فيها النكهه ديال الليمون. كيف ما قلت لكم يمكن لكم تزيدوا فيها النكهه ديال الحامض، يمكن لكم تخليوها هكاك سامبل، ما تزيدوا فيها حتى شي حاجه. غادي نخليهم هنايا تيطلقوا شويه. غادي نغطي هاد العجينه وغادي نخليها مده ديال 30 دقيقه، يعني نص ساعه. غادي نخلي بعد ما دازت واحد 30 دقيقه، قول 35 دقيقه هكاك، غادي نعري عليهم.
هما راهم غادي يكونوا طلعوا. ها نتوما شفتوا الحجم ديالهم الضعف. غادي نطلقهم. غادي نسبق. هذه هي الاولى. نحاول نطلقها على شكل مستطيل. نرش شويه ديال الفورس باش ما تلصقش ليا العجينه مع الماء هكا، غير باش تعطيني داك الشكل المستطيل اللي بغيت، ما تعطينيش اوفر. هي حاول ما امكن انني نديرها في هذه المرحله هذه. غادي نحط فوق منها هذيك الاخرى البيضه، نقادهم بجوج صافي. غادي نطلقهم هكا بجوج بهم. نحطهم من هكا من هنا من الجناب. بطبيعه الحال هاد العجينه هادي اللي غادي نحيد من هنا غادي نحتفظ بها، غادي ندير بها شكيلات ولا ندير بها اللي كان. المهم ما غاديش نضيعوها، الله ما يدار بها الوليدات الصغار هادو اللي بقاو عندي دابا. المهم غادي نخدمها بحال ما هكا بهذا الشكل هذا، نقطعها على شكل مثلثات. الا ما كاينش باش تقيسوا ديروا مسطره. فوالا بحال ما هكا مثلثات بحال ما هكا صافي. غادي نحطهم هنايا كيرخفوا غير شويه وغادي نبدا خدامه بهم. غادي نشوفوا الطريقه كيفاش دايره. غادي نمشي نوجد اللاطه على ما يطلقوا شويه. المهم نقولوا بريوش. كنحاول نجبدها شويه، كنفتحها من هنا من كيبانش لكم، سمحوا لي. فوالا كنفتحها شويه من هنا. كناخذ واحد طريف ديال الشكلاط ديال اللي كنديروا به التيبان، كنحطو هنا وكنبدا نطوي فيها. كنطوي وكنجبد مره كنجبد بحال ما هكا باش كتعطيني واحد الشكل ديال الكرواسون كيعطيه زوين، واحد الشكل فن رائع بزاف. هانتوما البنات غادي تشوفوا كيجي رائع وزوين بزاف. بعد ما كملنا التصاويب ديال الكرواسون ديالنا، غادي ناخذ هنايا عندي واحد صفر ديال البيضه. ناخذ غير الصفر بوحدو. فوالا كنضيف عليه واحد شويه ديال الفاني، داك الشويه اللي كان بقى عندي قبيله صافي. واحد تقريبا واحد 2 معالق ديال الحليب. غادي نخلطهم مزيان. غادي نحاول ندهن بهم هاد الكرواسون هادي وغادي نحطها في الفران. ماشي بالضروره الفران، المهم شي بلاصه مسدود عليهم ما يكونش يدخل لهم البرد على ما يخمروا. غادي نخليهم تقريبا واحد ساعه هكاك ونعاودوا نطلقوا ان شاء الله باش نبغيو نطيبوهم. غادي نعاود ندهنهم عاوتاني ملي غادي نبغي ندخلهم الفران لان غادي يكون مطلش ليهم البرد. البنات من بعد ما خمروا كيوليو لينا في هذا الشكل هذا. هانتوما شفتوا. غادي نقرب لكم شتي الحجم ديالهم كيتضاعف، الحجم ديالهم تيكبر بزاف في هذه المرحله دي. وكيف ما قلت لكم كتولي العجينه رطبه بزاف ما كتبقاش شاده في راسها هكا صافي. وندخلهم للفران. جوج ديال المذاقات، مذاق ديال الليمون او نتوما بغيتو ديروا الحامض كيبقى لكم الاختيار، والمذاق ديال القهوه والشوكولات كيجيو رائعين في الحقيقه، لا في المنظر ولا حتى في المذاق. كنوجدوهم هكا مقبله ان شاء الله بحول الله تعالى. بسلامه عليكم، تبقاو على خير.